اللي حضرتك بتقوله دلوقتي انا يمكن شفت الكابتن محمود الخطيب لما جه يزارني من ممكن ما كنتش شفته مثلا من حوالي اكتر من 15 سنه. يا نهار ابيض. فانا فوجئ اللي بيكلمني في تليفون فقلت له انا بصراحه انا ممكن ما اكونش موجود لان انا رايح عند بنتي بكره. قال لي لا ما تروح، انا جاي لك بكره. نعم. فقلت له طبعا اتفضل اهلا وسهلا. خد العنوان. فجالي وقعد معايا وحكى لي طبعا على القصه بتاعته على فكره انا ما رحتلوش لما تعب. فدي معلش عشان كانت لا هو الخطيب بيخبي والناس ما تعرفش في انهي مستشفى زي ما انا كنت عارف. وهو بيلاقيني قدامه فيقول لي انت جيت ازاي وجيت منين؟ اقول له مالكش دعوه بس انا اكون موجود. فهم اكيد ما يكونش زعلان. لا يعني انا من جوايا انا ما رحتلوش. طب هو تعبان هو جالي يعني هو صمم ان هو لازم يجي لي. فدي برضو فرقت معايا. نعم. ان ممكن يكون الشخص ده ما انا ما بتكلمش على انه هو رئيس النادي الاهلي. لا محمود الخطيب الكابتن بتاعنا هو كان زميلنا الراجل المحترم. كان كابتننا، كان حاجه احنا بنبص لها كلنا طبعا انه حاجه كبيره جدا. فلقيته فوجئت ان هو موجود معايا يعني جه زارني وقعد معايا شويه وحكى لي على قصته وقال لي احنا عندي دكتور احنا لازم نروح هعرضك عليه يبص عليك. وقال لي على المستشفى اللي هي المفروض بتاعه المفاصل، عمليات المفاصل اللي هي في المانيا. ده قال لي ده احسن مكان اللي لازم تروح وتعمل فيه. فانا مبسوط